الكلام ده المفروض تكون عارفه كويس، لكن لو انت ما تعرفش حاجة عن الاعداد العشرية فاحنا بدأنا من الصفر خالص. طب اللي بعد كده العمليات بقى عليها جمع وطرح ضربة وقسمة. هنعمل ايه؟ هناخد فكرة بسيطة كده سريعة على كل عملية. الجمع والطرح، لما تيجي تجمع او تطرح الاعداد العشرية امشي بالطريقة دي هتكون سهلة معاك. اكتب الاعداد تحت بعض، دي اول حاجة. تاني حاجة كمل الناقص، يعني شوف ايه الخانة الناقصة نحط مكانها صفر. بص احنا كتبنا بالترتيب طبعا، لحد تحت الأحاد، عشرات تحت عشرات، جزء من 10 تحت جزء من 10 وهكذا. دور على اللي ناقص، هنا في جزء من 1000، هنا مفيش جزء من 1000، كمل حط فوق ايه؟ صفر. صعبة دي؟ ابدأ اجمع بقى منين؟ على اليمين، تمشي بالترتيب. صفر زائد 3 3، 2 زائد 2 ب4، 5 زائد 4 كام؟ 9. وصلت للعلامة العشرية، نزل العلامة العشرية، اجمع الوحدات 3 و5 8، 1 و2 3. لما اجي اقراها هل ده عدد عشري ولا كسر عشري؟ اتفقنا انه عدد عشري. هقرا الوحدات الاول، يبقى اقول 38 و 900. الاجزاء اقراها مع بعض برضو، 943 ايه؟ جزء من ايه؟ من 1000، لان دي 3 ارقام على يمين ايه؟ العلامة. صعبة؟ سواء جمع او طرح هتعمل نفس الكلام، تكتبهم تحت بعض، كمل الناقص وابدأ اشتغل على طول. طب الضرب، حط الارقام برضو او الاعداد تحت بعض. حلو، ابدأ اعمل ايه بقى؟ اعتبر ان العلامة العشرية دي مش موجودة معاك، فانت